بسم الله الرحمن الرحيم. في اللقاء السابق عن حديث قلنا أن العلماء قالوا فيه أنه ثلث العلم وأصل الأصول، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. الحلال الذي اشتهر بطريق قطعي في الثبوت وطريق قطعي في الدلالة لا يجهله أحد، فهذا لا يعذر أحد بجهله في دار الإسلام، وهو ما يعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة. وكذلك الحرام بين الذي اشتهر أيضا بطريق قطعي للثبوت وقطعي أيضا للدلالة، فلا يعذر أحد بجهله في دار الإسلام. ثم انتقل وقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ماذا نفعل؟ قال: فمن اتقى الشبهات، عالم أو طالب علم أو عامي، فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه من الإثم والوعيد والعقاب، ولعرضه من الشيب والقتل والملامة. ثم بين أن الذي يجسر على الأمور المشتبهة يقع في الحرام، إما لأن الشيء المشتبه قد يكون حراما بالحقيقة فيكون فعل الحرام، أو بجسوره على المشتبه يوشك أن يقع فيما استبان له حرمته. ثم بين الأخطر وهو موعودنا اليوم بأن المسألة ليست آيات، والمسألة ليست علم، إنما المسألة متعلقة بالقلب. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، اللي يزجرهم واللي جالهم إيه؟ حكمة بالغة واضحة جلية مبينة، فما تغني النظر. مسألة مش مسألة علم ولا آيات، مسألة القلب، كما أخبر شيخ الإسلام وهو يقول: العلماء ثلاثة. الأول مين؟ يقول العامي. العامي يبقى عالم؟ منين الكلام ده؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. رجل عامي لكن بيخاف من ربنا وعايز جنة ربنا وعنده من العلم اللي يمشيه، فهو في الجنة. القلب إيه؟ بيخشى الله ويرجو الله ويحب الله. ورجل النوع الثاني عالم بأمر الله، عارف النهي وعارف الأمر وعارف الناسخ وعارف المنسوخ وعارف اللغة وعارف أصول الفقه وعارف التفسير، كل علوم الشريعة في إيديه، لكنه لا يخشى الله فهو في النار. يبقى المسألة مش مسألة إيه؟ علم. عالم بأمر الله، كل حاجة عارفها حافظها،
لكن ما فيش خشية ترضعه ويعمل بما يعلم فهو في النار. والثالث وهو الأعلى عالم بأمر الله عالم بالله، يخشى الله ويعلم أمر الله، ودول السابقون المقربون. إذن المسألة ليست آيات، إنما المسألة في القلب. ألا للتنبيه إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله مع العلم ومع فعل كل الشرائع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون هذه الحقيقة فالدوروا على القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، لا ينظر إلى صوركم من حيث جمالها وقبحها، ولا إلى أموالكم من حيث كثرتها وقلتها، ولكن ينظر إلى قلوبكم حيث المحبة والإخلاص والصدق والرجاء والإيثار والخوف، وضدها الكبر والحرص والحسد والرياء والعجب والحقد. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هل هذا العمل مع القلب السليم موافق للسنة أم لا؟ هذا القلب السليم، هل هذا العمل الذي أتى من قلب سليم هل هو موافق للسنة أم لا؟ إن لم يكن موافق للسنة فهو رد مع سلامة القلب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأردت أن أذكر أهم أمراض القلوب قبل أن آتي على بعضها في الخير ثم العلاج، وأبدأ بأخطرها على الإطلاق. قال ابن القيم أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، وهو الذي صير إبليس إلى ما صار إليه. اسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ثم قال الغزالي عن الكبر: الكبر مفتاح الشقاوة كلها. الكبر مفتاح الشقاوة كلها ومنبعها أي خلق ذميم من الكبر. وفيه بالكبر ده يهلك الخواص من الناس، وقلما ينجو منه العباد. العباد ده الغزالي القديم أبو حامد. الكبر مفتاح الشقاوة كلها ومنبعها، وفيه يهلك الخواص من الناس، وقلما ينجو منه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الناس. وكيف لا تعظم آفته وتكبر؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة لا ترى، من كانت هذه في قلبه لا يدخل الجنة. ثم قال: وإنما صار الكبر حجابا دون الجنة. ليه؟ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها. كل خلق خير الكبر يمنعه، مش خلق واحد، أي أخلاق، وهذه الأخلاق هي أبواب الجنة. ثم ذكر حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة، قدام الجنة كده، لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا بجادل واحد في مسألة، هو عارف إنك غلط وأنت عارف إن هو غلط، لكن برضه عمال يجادلك. بيجادلك ليه؟ عايز يفهمك إن عنده علم، وممكن يسألك سؤال هو عارفه، بس عايز يفهمك إن الراجل عالم، يعني ما تفكرش إنك أنت اللي بتقول لوحدك. خد بالك، ده أنت ما تعرفش في حاجة، لو كد فيك اطلع من هنا. لا، ده أنت صح، ولما تلاقيه فيه كده سلم الراية البيضاء، قل له: هذا ما عندي وجزاك الله خير ويرحمني ويرحمك الله. تخش الجنة بهذا. طب إيه اللي هيمنعك من كده؟ الكبر. أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وهو الجدال ولو كان محقا. أنت صح. سيدي ماشي معاه في مرة، واحد بيسأله سؤال، قال له: ولكن فلان بيقول كذا. قال له: هذا ما عندي، سلام عليكم، وراح واخدني وماشي. علمني. ولما يجي واحد عايز مسألة وفيها شبهة عليه، يفضل معاه يمكن ربع ساعة ونص ساعة. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ده بيجادل وده عايز يعرف. طب ايه اللي بيجادل ليه؟ لكبر في قلبه. وزعيم في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النكت اللي بيضحكوها: لما تترك لك بيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بقى أنا هكلم الغلبان ده وأنا أروح أصالحه؟ تواضع. بقى هو دسل على طرف وأنا رايح له؟ تواضع. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم، وجاب الواو بتاع العطف، درجة القائم والصائم، وجمعها مع العطف، درجات القائم والصائم، درجات القائم ودرجات الصائم. لأن اللي صائم واللي قائم بيجاهد نفسه على حاجة واحدة بس، شهوتي البطن والفرج، وهو واقف. إنما اللي حسن خلقه جاهد نفسه عشان يرضي كل الناس، ويستحمل كل الناس، ويعفو عن كل الناس، ويذل نفسه لكل الناس، أذلة على المؤمنين حتى يرضى عنه أخوه. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. طب الكبر هيعمل إيه؟ هيمنح كل ده. يبقى حال ما بينك وبين الأخلاق التي هي أبواب الجنة. قال وهب بن منبه: لما خلق الله الجنة، جنة عدن، نظر إليها وقال: أنت حرام على كل متكبر، أنت حرام على كل متكبر. وسئل عن السيئة التي لا تنفع معها كل الحسنات. الله، في سيئة الحسنات كلها ما تنفعش. قال: الكبر. سئل عن السيئة التي لا تنفع معها كل الحسنات، قال: الكبر. اسأل نفسك، فيك حاجة من ده؟ عالج وانتهينا. خد ضد الأسباب. زعلان مع فلان، روح له وبوس راسه. ذل نفسك ليه؟ لله. وقال ابن عيينة: انتبه للخطورة بيه: من كانت معصيته في شهوة نرجو له توبة. واحد كان بيزني، نرجو له توبة. واحد عايز حاجة، شهوة أيا كانت، نرجو له توبة.
فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له. ومن كانت معصيته في كبر فنخشى عليه اللعنة، فإن إبليس عصى متكبرا فلعنه الله وأطرده من الجنة. يبقى اللي عنده كبر. وقال ابن تيمية: العاصي الخائف بيعمل كل الموبقات بس خايف خير وأحب إلى الله من العابد المتكبر. العاصي ما خشش الحمام عشان يطهر وهو الالتزام، إنما اللي خش الحمام وطلع القذر إيه اللي هينضفه؟ النار. والحمام هنا للشريعة الالتزام. أنت ملتزم بسم الله ما شاء الله وعندك الكبر وأنت ملتزم، إيه اللي هيطهرك غير النار؟ إنما العاصي اللي بره لما يجي يخش الحمام يخش الشريعة يمكن يكون أحسن الناس. عشان كده قال: العاصي الخائف خير وأحب إلى الله من العابد المتكبر. تبع الكبر: من رأى نفسه خير من غيره فقد استكبر. مهما كنت وشفت نفسك أحسن من الرجل اللي هو المجذوب ده، هو أنت متكبر. اللي أنت شايفه ده يمكن بينه وربنا أنت ما تعرفش. أنت عارف الأخلاق اللي عندك، الحقد والحسد، وعارف ده منك. ما تعلمه من نفسك لا تعلمه من غيرك، يبقى هو أفضل منك. من رأى في نفسه أنه خير من غيره فقد استكبر. وقالت أمنا عائشة: أفضل العبادة التواضع، والأبواب إلى الله كلها مغلقة إلا الذل والتواضع. يعني إيه؟ في طرق بتفضي إلى الجنة. الإنفاق، هتلاقي ناس ماتت ولسه زي عثمان السبيل اللي هو لحد دلوقتي شغال. هتحج، في ناس كل سنة بتحج قاعدة في الحرم. هتصوم، في ناس صايمة على طول. كل الأبواب عشان تروح تلاقي ما لا يعلمه إلا الله قدامك، إلا باب واحد لما تروح ربنا تلاقيه فاضي، باب الذل والتواضع. فيش حد، قليل. الجوا ادخلوا، كل الأبواب إلى الله مغلقة إلا باب الذل والتواضع إلى الله. يبقى من أرجى الأعمال البسيطة هي الإيه؟ الذل، لأنه في القلب. ترى ما ضرر الكبر؟ لا يقبل الحق أبدا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اوعى تفكر حد بيتكبر بحق، لا، ده كل بيتكبر بغير حق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه؟ تكبر. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة حال من الآيات، يعني الآيات نفسها لها عيون. أنا آية أهو، ومبصرة لمن يراها واضحة، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما قبلوش الحق ليه؟ الكبر. قبلت الصح ليه؟ الكبر. الكبر غمط الناس، بيحتقرهم، وبطر الحق، رفض الحق، مش هياخدوا. وإذا كان ما بيقبلش الحق إيه اللي هيحصل؟ خلاص فيش فايدة. يجيب القلب بتاعه يحط عليه الشمع الأحمر، لا غم يطلع
ولا خير يخرج ولا خير يدخل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طب علاج الكبر، عايزين نتعالج كبر. اول حاجه في الكبر تعمل ايه؟ دعاء. ده في الاعتكاف اهو. طب تصلي والشيخ كده بيغيب كده وانت قاعد، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. وبعدين بعد الدعاء الاسباب، تعمل بنقيض الكبر. كبر عايزك ما تاكلش مع الفقير، روح الحس اكل الفقير. كبر عايزك ما تصاحبش الفقير الصالح، روح للفقير الصالح وبوس ايديه. كبر عايزك ما تعملش قدام الناس حاجه، تعالى قدام الناس وذل نفسك وافضح نفسك كده. عمر رضي الله عنه خلى الصحابه قاعده كده وقال لهم تعالوا، حدثتني نفسي اني امير المؤمنين فاردت ان افضحها. هو امير ولا مش امير؟ بس نفسه في مره كده ايه انت، وبيذلها قدام مين؟ وذلك لما يجي واحد يتوب يقول انا كنت سارق، واحد بيقول انا كنت سارق حولي، ما انساش ده ابدا. في احدى القرى بقول له قد ايه؟ قال لي ابن 20 سنه، ابن عايز عمليه وما معيش حاجه خالص والدنيا ضايقه في وشي، فانا ماشي لقيت ده جاي، قلت له ده ربنا بعته لي، خدته وبعته وعملت العمليه. قلت له تشوف احلى حولي دلوقتي في السوق بكام وتروح توديها للي انت سارقه منه. قال طب ما فيش طريقه تانيه؟ خد بالك بقى الكبر. قلت له ده انت لازم تعرفهم وتذل نفسك لهم لله، دي علامه التوبه بقى. انا عايز ربنا يرضى عني، فمش هاممني الناس هتقول ايه، اذل نفسي ليه. وان شاء الله لما هتروح ان علم الله فيك ذلك هيقول لك انا مش عايز الحول. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى تعمل بنقيض ما يأمرك بالكبر. ثالثا، روح للمقابر. انت ايه ايا كان، بتتكبر بعلمك، بفلوسك، بصحتك، بمركزك، باولادك، ايا كانت اسباب الكبر، ايا كانت الاسباب اللي شايف نفسك انت كده، روح للقبر وشوف القبر ده ضم مين، اغنى منك واجمل منك واحسن منك واغنى منك. مش بس كده، هو سجين العمل الصالح اللي عمله. يقوم ترجع بايه؟ الكبر ده عندك ايه؟ هبط. وبعدين السبب الاخير والمهم، تروح للفقراء والمساكين لوحدك في السر كده وتمسح على راسه وتقبل راسه وتقبل ايديه، وبقلبك كده تعرف فضل الله عليك وتشعر بنعم الله عليك. سلبت منهم وفتحت لك. اسمع اسمع للمرة الثالثة بقول اسمع. ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. سليمان عليه السلام لما لقى العرش قدامه قال ايه؟ هذا من فضل ربي. زي الناس ما بتقول كملها كملها، يقول لك اصل ربنا رضى عليه ومديله. يا عم الله يكرمك، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. طب واللي بيشكر ومن شكر يشكر لمين؟ فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأكتفي بهذا في الكبر. ابن القيم قال الأصول إيه؟ 3. أولها مين؟ الكبر. الثاني الحرص، حرص على الدنيا، حريص على الدنيا. زي ما قال ابن تيمية برضه، لا يخلو صاحبها من إحدى آفات 3.
لازم ياخد واحدة، ده الصالح. الآفة الأولى هو حريص عليها، ياخدها من الحل ومن الحرام، عايز فلوسه بس، عايز دنيا وبس، زي ما بتسمعوا في وظيفة بس بالرشوة، في واحد بس عايز دخان، في كذا بس هتخلص كذا، كل يوم زي ما انتم عارفين. يجمعها من غير حلها، لا خليه حلو خالص ويقول لك يا عم ان كانت حلال ماشي، حرام مش عايز. طيب يمنعها حقها، لما الفلوس تزيد وتلاقي الزكاة 500,000 600,000 يقوم ايه؟ ياه هيطلع كله دي، يمنعها حقها، خليه هو 10/10، هيجمعها من الحل ويؤدي الحق. الثالثة بقى يشغله صلاح ماله عن ذكر الله وعن أن يأخذ بالأسباب ليأخذ أعلى الدرجات في الآخرة. اهتم بالوضيع وضيع الأوقات في الرخيص وشغله ذلك عن جنة عرضها السماوات والأرض. ثم قال الحريص على الدنيا دائم الهموم، ومن أعرض عن ذكري، مش عيشة، معيشة في أي مكان وبأي الأسباب، ضنك، ضيق في الصدر وعدم انشراح القلب، وإن أكل ما أكل وسكن ما سكن ولبس ما لبس. دائم الهموم، مستديم الغموم، في غم على طول، لا يقنع برزقه ولا يطمئن لقضاء الله وقدره، فذله قائم لا يزول، وفاقته وفقره حاضرة لا تعرف الأفول، دائم الهموم متشتت الشم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان همه الآخرة، عايز ربنا الختمة تبقى خير، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن كان همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له وكان عند الله مذموما. جعل فقره بعينيه يعني إيه؟ أي أنه دائما شاهد الفقر لنفسه، مهما ربنا يديله هو باصص للي إيه؟ للي أعلى واللي أكثر، كل ما ياخذ باصص للي أكثر، غير قانع بما آتاه الله، بل هو متطلع إلى الدنيا راغب فيها لا تنقضي فيها حاجته ولا يبلغ فيها حاجته إلا أن يدخل القبر. ابن آدم لو كان له واد من ذهب لتمنى الثاني، ولو كان له ثاني لتمنى الثالث، ولا يمنع عيل ابن آدم إلا الإيه؟ مش المقصود لما يدوله التراب، يعني هيفضل كده لحد ما يموت والتراب يبقى في عينيه. طالب الدنيا هيفضل كده لحد ما يموت والتراب يبقى في عينيه. ثم قال لو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف واتقان لصاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا على المعاد الآخرة كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال ابن القيم يفسر هذا الحديث إذا أصبح العبد وأمسى ليس همه إلا الله وحده تحمل الله عنه حوائجه كلها. زي ربنا ما قال للراجل أنا شغال كده وبتاع وأخويا في المسجد بيصلي، قال له لعلك ترزق به، الهم الآخرة لكن الخير كله يجيلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، إن ما رحتش للخير هو اللي يخبط عليك وانت نايم يقول لك تعالى أنا ليك، فسنيسره لليسرى. تحمل الله عنه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته وفرغ لسانه لذكره وجوارحه لطاعته. هو اللي بيخليك عبد رباني،
ومن أصبح وأمسى والدنيا همه. اسمع بقى كده: حمله الله همومها وغمومها ووكله إلى نفسه. اسمع الأخطر: وشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. بدل ما يحب ربنا يحب الايه؟ اللي يحد له فلوس. وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، بذكر الناس. وشغل جوارحه عن طاعته بخدمتهم وانشغاله بهم. فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأيضا أكتفي بهذا في الأصل الثاني وهو الحرص. يبقى الأصول قد إيه؟ أمراض القلوب: كبر، حرص، ثالث بقى حسد. حسد على أي نعمة من الدين أو الدنيا. حسد كما تعلمون حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. أنا ذنبي إيه؟ قال له أنا ذنبي إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أخوة يوسف عملوا مع أخوهم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا. بس مش ضرر العقيدة، ضرر التفيز ما بينهم. ومن هنا لو بتحب أحد أولادك ما تعرفوش قدام الناس كلها كده. إيه اللي حصل؟ اقتلوا يوسف. حملهم الحسد على قتل أخيهم، لولا أن قدر الله فألقوه في غيابة الجب. الرابع من أمراض القلوب وهو الرياء. الكبر، الحرص، الحسد، الرياء. اسمع، قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر المسيح الدجال خايفين من الفتنة، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح؟ اللي بيقول أنا ربكم، واللي يؤمر السماء فتمطر ويقتل واحد يخليه يصحى يقوم يصحى، في أخوف من كده؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، الرياء. بيفسرنا وسلام: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يتعب، يصلي، يصوم، وينفق، وعايز الناس. ده ربنا قال للنبي: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال، وانتبه جيدا في حديث أبي أمامة الباهلي، حديث مرعب. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر فما له؟ جاب الأجر الأول أهو عشان تسمح كلام زي ما قلنا في الحديث ده مهم جدا. يقول لك النية الأول لله وطرق الناس ولا الناس الأول، كل ده كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. اسمع كده بيقول له إيه: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر فما له؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا شيء. أعادها
3. كل ما يقولها النبي يقول له ايه؟ راجل مستعجب، لا شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 لا شيء، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. كفاية كده. وابتغي به وجهه. كمان لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. واسمع إلى سيدنا أبي هريرة وهو يروي هذا الحديث الذي أرعبه. اسمع حاله إيه وشكله إيه وقال إيه. يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيتكلم أبو هريرة، أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. يوم القيامة قد إيه؟ 50,000 إيه؟ والأرض جزاز. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي فيظهرها على الأرض، مش على الجبال، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا عالي ولا واطي. هذه الأرض. والسماء الشمس قدر ميل منهم، وهم فين؟ حوالين جهنم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا باركين على الركب. ده الوضع 50,000 سنة، وده الوضع. اسمع بقى كده. فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل ينفق في سبيل الله كثير المال، ورجل قارئ للقرآن، ورجل مقتول في الجهاد. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ ما علمتكش القرآن؟ يقول بلى يا رب. فيقول فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. ودي حقيقة. هو جابوا القارئ قال كذبت. كذب في ايه؟ يقول له كنت أقرأ فيك. هو قرأ بس ما قرأش ايه فيه. قال كذبت. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة لهم كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال قارئ، إن فلان قارئ فقد قيل ذلك. بيسألني بعض الناس، جايبين ناس تصلي بالناس بالقراءات، قلت له ما تروحش وبلغ فلان ده. أنا بقول له يمنع ده تماما. احنا عارفين هنا قراءة حفص، أما تيجي واحد بيقرأ احنا مش عارفين، يبقى قصده إيه؟ بتعرفهم إنك راجل قارئ، وتعرف الناس اللي مش عارفينه. أقلها أنت خشيت في الرياء، وأخليتها حطيت العرض بتاعك للقتل. له كذبت، لقد قرأت ليقال فلان قارئ وقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ماذا عملت فيما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله عز وجل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويجيء بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت. فيقول له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت. ويقول الله لا أردت أن يقال جريء فقد قيل ذلك. اسمع بقى، كل ده والنبي عادي مع أبو هريرة، وبعدين راح ضربه على ركبته. ضربه ليه؟ عشان ينتبه، رغم ان هو منتبه بينساش حاجه خالص لما دعاه، بس زياده للايه؟ للتاكيد. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فقال يا ابا هريره هؤلاء الثلاثه اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه. لا تفعل للناس أبدا
ما علاجه؟ ما هو الرياء وما علاجه؟ وأختم بهذا. قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، عايز الناس تشوفك، ديك فلوس، تكلم عليك باللسان أو بالمادة. وإنما عمل القوم للآخرة، هم بيعملوا لله. الناس بتعمل ايه؟ هم بيعملوا هناك، بيعملوا الآخرة، هنا بيعملوا للناس. قال: وما الدواء؟ طب العلاج ايه ابنه؟ قال: ما كلفت بإظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص. بنصلي هنقرأ، ده لازم أظهر، يبقى ما تخشش فيه إلا بالإخلاص. ولم تكلف بإظهاره، أحب إلي وأحب لك ألا يطلع عليك إلا الله، لا أحد من أهل بيتك فضلا عن غيرهم. ثم أتى بحديث صهيب الرومي: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. ثم قال: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله ولا مجاز سواه، أي لا تطمع بشاهد يرى ولا مجاز يعطي. ومن أحب أن يطلع الخلق على عمله فهو غافل. ثم قال: لا يزال العبد بخير إذا قال لله، وإذا عمل لله. ثم قال ابن القيم: الذي يعمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا، محفظة اللي واخدها والفيزا فيها رمل، يثقله ولا ينفعه. ثم ختم: لو يعلم المسلم سرعة نسيان الناس له بعد موته ما عمل لأجلهم ومرضاتهم ولم يرائي أحدا أبدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولسه ما خلصناش الحديث.